ابونا فلوباتير لانه هيقول كلام خطير جدا. طيب اتفضل. الموضوع اللي حصل النهارده ده بيحمل وزير الداخليه، لان هو اللي صرح وقال ان الاعتصام ده هيتفضي النهارده يا بكره، وهم كانوا خايفين من بكره عشان بكره الحد واجازه اقباط وهنكسر المليون، عشان كده عملوا الحركات القذره بتاعت امن الدوله ووزاره الداخليه. معلش ست شويه. اوصف يا بشوي، اوصف ايه اللي فات ده كان ايه؟ ممكن تنزل اللي فات ده كان ايه؟ انزلوا عشان نعرف نصور ازاي عشان نعرف نصور. كل ده تنزل يا عم نصر. كلمه واحده. احنا دلوقتي بعد ما ضربنا بنطلب حمايه من اسرائيل مش من امريكا يا جوزيف، من اسرائيل مش من امريكا. اتفضل حبيبي. طيب هنسمع المصابين مع انجي، هنسمع المصابين واعمارهم مع انجي بسرعه، بس قبل ما ابونا فلوباتير يتكلم. لو ابونا طب قبل ما لغايه ما الترنيمه تخلص نسمع اسماء المصابين واعمارهم مع انجي. اتفضلي يا انجي. وصلنا دلوقتي تقرير من اسماء المصابين. مينا نادي 24 سنه عين شمس. ابانوب موريس 26 سنه عزبه النخل. بيتر رضا 24 سنه بولاق. مينا فيكتور 24 سنه من العمرانيه. رامي نصيف 29 سنه من الزاويه. موسى رسمي 25 سنه من عزبه النخل. مينا 19 سنه بولاق الدكرور. إيريني غطاس 22 سنة من غمرة. دي مش أخته على فكرة، وعندها إصابة خطيرة في العين، يعني العين تقريبا راحت. ولسه واصل دلوقتي المستشفى مينا وهبة، عنده 3 خراطيش في بطنه، عمره 19 سنة من المرج. وفي كمان عندنا محمد خيري 25 سنة من عين شمس، حالته خطيرة، وده كان واقف في المظاهرات مع أصحابه المسيحيين. وفي حالة دخلت دلوقتي كمان أحمد محمد 23 سنة من مصر الجديدة، وحالته خطيرة ودخل على العناية. وكل الحالات كانت مستقرة لغاية لما عملوا أشعة ولقوا البلي ده داخل الجسم بيمشي. فالحالات كلها اتنقلت على العناية المركزة، محطوطة على الأكسجين. فبيقولوا إن الخراطيش دي مش يعني خطيرة، اللي دخلت الجسم عبارة عن بلي بيمشي في الجسم. شكرا يا انجي. وده تحليل يا جماعه انه الخراطيش دي من نوع معين، البلي بيفضل يدخل في العظم ويرشق في قلب العظم، فبالتالي ومين بقى في واحده بنت بذمتكم، في واحده ست هتطلع تهجم يا قناه الاولى يا فاسد يا اعلام يا فاسد؟ ما الستات كانوا موجودين قدامنا اهو، كانوا بيصلوا طول النهار. اعلام فاسد. ابونا فلوباتير جميل، بنرحب جدا بهذا البطل الشجاع الذي يضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء. يا جوزيف يا شباب تعرفوا. الو. ايوه حبيبي. ايوه ايوه بشوي قول لي. يبعد عني خالص. الو. ثواني يا بشوي. هو البقاء البقاء البقاء. وعايز اطمنكم ما اعرفش هتفهموا اللي هقوله ده ولا مش هتفهموه. هتفهموه. معنى وجودنا معاكم هنا النهارده بالذات، اذا هناك رضا كبير جدا عن وجودنا. يا رب تكونوا فهمتوا.
معنى اقولها تاني، معنى ان احنا موجودين هنا يبقى الناس مؤمنة جدا بوجودنا وبرسالتنا وبتأثيرنا. عارفين مين الناس دول بس انا مش هقول مين. فاذا بطلوا يا اباط هغير حرف القاف. اذا هنرجع من جديد ننظم نفسنا ونعمل لجان تفتيش. الشوارع دي مش هتتفتح خلاص، الشوارع دي مش هتتفتح. المولد بتاع امبارح والمبادرة اللي عملناها امبارح احنا بنعتذر عنها خلاص، احنا بنعتذر عنها خلاص. لا الشارع ده يتفتح ولا الشارع ده يتفتح، لاننا ما عندناش ثقة في الناس اللي قعدنا معاهم. احنا فقدنا الثقة في الناس اللي قعدنا معاهم. فلا الشارع ده يتفتح ولا الشارع ده يتفتح، ودينا قاعدين مع بعض قاعدين. طب سمعوني بقى فهمتوني؟ قاعدين ما احناش ماشيين. اخواتنا في قناة الطريق والقنوات اللي بتنقل على الهوا، لو سمحتوا ما تصعدوش الموقف ازيد من اللازم. ادعوا الناس للتواجد. مسبيرو هي اكثر الاماكن امنا وضمانا للملكوت. مسبيرو اكثر الاماكن امنا وضمانا للملكوت. يروح النهارده ممكن جدا ما نضمنش انه ممكن جدا يتمسك. خليني اكون صريح معاك، انا مش بخوفكم من المروح، بس انا اعرف ان دي طريقتهم في كل مره، وبعدين نقعد نتحايل عليهم. فأنا مش عايز حد يخرج خالص دلوقتي، موجودين مع بعض هنا أكثر أمانا وأكثر ضمانا للملكوت.